عارف يعني إيه تترمي ملايين الدولارات في البحر قدّام عينك؟ لا، 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 ده مش فيلم تايتانيك، ده اللي حصل في هولندا من كام يوم وبالذات في 15 مارس. الشرطة الهولندية ساعتها عملت كماشة على 5 مهربين أعمارهم من 34 سنة ل61. الرجالة دي كانوا مفكرين إن بحر الشمال ده ملعبهم، وكانوا شغالين بتكتيك صايع أوي اسمه الdrop off. الفكرة ببساطة إن هم كانوا بيرموا شنط الكوكايين من السفينة في قلب المَيّة، كانت بتيجي قوارب سريعة جدًا بتلقط الشنط دي وبتجري بسرعة قبل ما كان حد يحس. بس المرة دي الرادار كان صاحي، الشرطة قفشت مئات الكيلوهات من الكوكايين ومعاهم قارب سريع كمان ملهوش ورقة رسمية. الموضوع ده ما كانش ترند في هولندا بس، ده كان ترند من استراليا لأمريكا. وكان في طريقة تانية كمان أجن اسمها المونكي ميثود، دي بقى المهربين بينطوا زي القرود على السفن وهي ماشية بأقصى سرعة علشان يهربوا البضاعة. المهربين بيحاولوا يخلوا البحر طريقهم، لكن الشرطة كانت ليهم بالمرصاد ومسكتهم برضه واتفضحوا قدام العالم كله. تفتكر المهربين هيخترعوا ايه المرة الجاية؟ بس كده، اكتب لي في الكومنت وتابعني عشان تعرف كل التفاصيل المباريات الجاية لحوادث جديدة. شكرا.